السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونبتدي كلامنا بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ما تنسوش يا جماعة الفولو على تيك توك، اليوتيوب، وصفحتنا فانتسي فور اول على الفيسبوك. وانتصار النادي الأهلي على وسام أبو علي بعد نجاح ساحق من المفاوضات بين الأهلي وكولومبوس كرو، وإن أنت كسرت رغبة لاعب زي وسام. بجد شابوه إدارة النادي الأهلي للتعاقدات. واحد زملكاوي طبعا من العقليات البليلة اللي بنسمعها زي خالد الغندور وعمرو الجرجيري وغيرهم، يقول لك ها احنا عايزين نعرف المبلغ اللي وسام اتباع بيه. انت مالك؟ ده اول حاجة. ثانيا العرض اللي جه للنادي الاهلي يعد انتصار. كان الاول معروض 5 مليون، دلوقتي لا يا باشا، هتدفع 7 مليون ونص. مع اول 10 تجوان لوسام مليون دولار زياده، 8 ونص. 15 جون وسام جابهم مليون كمان، يبقى 2 مليون، يبقى انت كده 9 مليون ونص، زائد 15% نسبه اعاده البيع. انا عارف، اصل انت معلش، انت مديني زيزو ببلاش، فانت يا عيني محروق وزعلان وطالع باعلامك ولجانك. عشان اللجان الزملكاويه بس اللي انا حابب اتكلم عليها في الفيديو. اوضه اللبس فيها خناق، واللعيبه عايزه تتساوى، واللعيبه مقطعه بعض، وزيزو جه بالخراب. يا عم احنا موافقين. انا عارف ان انت ركبك بتخبط ومسمعه على الجيران، وبتخبط وعمال بتدبدب في الارض وخايف من سكواد الاهلي المرعب، لان انت شفت النادي الاهلي وانسجامه. انا مش هقول لك عشان كاس العالم للانديه اللي انت عمال تقول لي عليها حصاله، بس ابقى اوصلها يا عم الاول، ولا ابقى هات افريقيا الاول اللي انت بقالك 25 سنه مش موجود وما بشوفكش اصلا. الكلام ده بس بقى للجان بتاعت الزمالك. اما بالنسبه لاداره النادي الاهلي التعاقدات، شابوه بجد يا جدعان. انا عايز بس اقول كلمه لوسام. هو انت يا ابني ما سالتش على اللي حصل في الحضري قبل كده؟ وكوليبالي لما حبوا يقلوا باصلهم مع النادي الاهلي، الاهلي عمل فيهم ايه؟ الحضري اتوقف سنه، سيون اتوقف سنتين قيد واتدفع غرامه. كوليبالي النجم الساحلي لما حب ياخده اتوقف واتحط عليه مليون ونص دولار غرامه، والواد يا عيني بطل كوره. فانا مش عايز اقول لك ان انت يا وسام وقعت مع اداره ما بتحلش وما فيهاش حل، وهتبقى خل وقله ادب. حاولت تضغط، حاولت تعمل اللي انت عملته مع النادي السويدي معانا. انت جيت يا ابني مع اداره النادي الاهلي، بس احنا عارفين الايه المغريات اللي معموله لك من جنسيه امريكيه، من مرتب عالي. الكلام ده يا باشا، انت من نوعيه اللي ممكن تبيع ناسك واهلك واي حاجه عشان الفلوس، وفي ناس كده في كل الدنيا. يا باشا مع السلامه. خلي بالك، جماهير يا ابني النادي الاهلي والنادي ده مالهمش عزيز. هتلعب وتدي كل ما عندك، بس هتشيلك فوق الدماغ. مش هتلعب زي ما انا قلت في الفيديو اللي فات في 60 داهية، بس هتمشي بشروطنا احنا. ولو انت كنت عاندت وكان كولومبوس كرو رفض العرض بتاع النادي الاهلي، كنت هتقعد ال4 سنين ملازم الدكة، هتنسى الكورة. بجد مبروك إدارة النادي الأهلي على نجاحها في إن هي تجيب المفاوضات لصالحها هي، وتكسب المفاوضات لصالحها هي. هو كده يا باشا اللعيب اللي يفكر عشان تبقى أنت عبرة لكل لاعب في النادي الأهلي. أنا مش هقعد بقى كل شوية لعيب يجي لي، أصل أنا جاي لي نادي مش عارف إيه، زي ديانج جاله الحزم يا باشا، ده ملوش بيع. مع السلامة. إمام عاشور مع السلامة، مفيش. نادي الاهلي يا باشا هو اللي باقي، واللعيبه بتتغير. فبجد مبروك اداره النادي الاهلي، واتمنى ان جمهور النادي الاهلي ما يسمعش الاشاعات بتاعت السوشيال ميديا اللي بتطلقها الجان الزملكاويه وصحف الخرابه بتاعت الزملكاويه، اللي هم طول عمرهم قبيضه وبيدفع لهم والدنيا عشان يسخنوا الدنيا على النادي الاهلي. يا ابني مش هينفع ومش هتعرف. اوضه اللبس في النادي الاهلي مستقره، وان شاء الله اتمنى ان ماتش الاهلي والزمالك اللي جاي تبقى فضيحه لنادي الزمالك بسكور، عشان بعد كده لو اي زملكاوي جه يتكلم معاك قول له يا باشا ركز في ايه في اوضه لبسك. زي ما انا بقول كده رساله لكابتن خالد بندقه وعمرو الجرجيري وغيرهم من الزملكاويه الجهابزه: ركز يا حبيبي في فرقتك، انهض بالزمالك وركز معاه، مالكش دعوه بالاهلي.
اللي انت قدامك 100 سنه قدام عشان توصل اللي هم بيعملوه. سلام عليكم.